وانتهت مباراة الزمالك وكايزر تشيفز بالتعادل الإيجابي 1-1 بعد هدف فضيحة بسبب محمد صبحي. ويتحمل نتيجة المباراة كابتن أحمد عبد الرؤوف. أنا من أكتر الناس في مصر اللي كنت بدعم كابتن أحمد عبد الرؤوف وما زلت بدعمه، بس في غلطات كده وكوارث من كابتن أحمد عبد الرؤوف، أو مشكلة أحمد عبد الرؤوف أسلوب اللعب الدفاعي، متحفظ بطريقة اللعب الدفاعي زيادة عن اللزوم، وده ما ينفعش مع نادي الزمالك وما ينفعش في مباراة شبه دي بالتشكيل اللي انت حاطه في المباراة اللي احنا لعبناها النهارده قدام كايزر تشيفز. انت بتلعب بجناحات لجناحات سريعه، لاعيبه بتخلق المساحات، لاعيبه بتشيل الضغط من على نص ملعبك اللي ما كانش موجود النهارده تماما، وعلى خط الدفاع بتاعك اللي مش موجود اساسا في النهارده ولا قبل كده. فالمفروض ان انت تلعب على الضغط العالي. اي نعم الاصابه بتاعه سيف الدين الجزيري اثرت على مجريات المباراه، عدي الدباغ في اكتر من كره كده هدف مؤكد بيضيعها بطريقه غريبه وعجيبه، ومش فينش مهاجم لنادي الزمالك او اي نادي تاني، المهم ده مش فينش مهاجم عامه. يعني كان في مشكله قبل المباراه ما بين جون ادوارد واحمد عبد الرؤوف بسبب حراسه المرمى، واظن احنا اتاكدنا النهارده من المشكله دي، هل هي اشاعات ولا خبر حقيقي بالكارثه اللي عملها محمد صبحي برغم ان هو حارس كويس في نادي الزمالك وله رد فعل كويس في كور كتير خطيره، بس بيعمل غلطات بتكون دي النتيجه بتاعتها، بيعمل كوارث لنادي الزمالك. يعني لو لعب 10 ماتشات كويس بيجي في ماتش مهم لنادي الزمالك ونادي الزمالك محتاجه يعمل كارثه زي اللي عملها النهارده. فمحمد صبحي كده بالنسبه لي انتهى مع نادي الزمالك. نيجي بقى لخط الدفاع بتاع نادي الزمالك اللي حدث ولا حرج. يعني خط الدفاع كده بسم الله ما شاء الله عليه، عمر جابر والونش وحسام عبد المجيد، الثلاثه دول ما يعرفوش اي حاجه عن الدفاع. يعني انت بتلعب باسلوب دفاعي بس ما عندكش حد ينفذ لك التكتيك بتاعك في الدفاع، ده غير نص الملعب اللي ما كانش موجود خالص. يعني انا نزلت بوست على الصفحه على الفيسبوك وسالت جمهور الزمالك عن رايه في محمد شحاته، انا قلت مش بيستحوذ على الكوره، بيحتفظ بالكوره كتير في مناطق خطيره، مش بيعرف يبني هجمات. وهنتابعه في مباراه الزمالك وكايزر تشيفز عشان نشوف هل انا وجهه نظري فيه غلط ولا صح. النهارده محمد شحاته ما كانش موجود تماما، المساحات في نص ملعب نادي الزمالك فدادين مش فدان واحد، يعني يتلعب فيها 15 فريق مش فريق واحد برضه. بالنسبة لشوكوبانزا وبالنسبة لخوان بزيرة اللي ضغط على المدافع علشان يغلطه عشان الكورة تطلع ضربة ركنية، والأول مرة اشوف نادي الزمالك لاعيبة نادي الزمالك متمركزة في منطقة ال 18 بتاعة المنافس في الضربات الثابتة صح، تسببت في هدف. فمين اللي ضغط على المدافع؟ مين اللي الكرة كانت ميتة وجابها لصالح نادي الزمالك وبسببها جاب هدف؟ هو خوان بزيرة. اما شيكوبانزا فشيكوبانزا برضه هو لاعب كويس، بس هو محتاج باك يفهمه، ومحتاج حد في نص الملعب يكمل معاه، ومحتاج تمرينه بسيطه كده على الفينش بتاعه علشان خاطر بيجيله فرص كتير وسريع وبيشيل من على الضغط بتاع الدفاع بتاع نادي الزمالك. بس للاسف الشديد الفينش بتاع شيكوبانزا زي الزفت تحت الصفر، مش موجود اساسا. مباراة وانتهت لسه في بداية بطولة. كابتن احمد عبد الرؤوف الميزة الحلوة اللي فيه ان هو بيتابع كل لحظة في المباراة، وبيتابع وبيحلل اداء اللاعيبة بتاعته، وبيحاول يطور من الفكر بتاعه، بيطور من لعبه وطريقة لعبه واسلوب لعبه. رسالة الكابتن احمد عبد الرؤوف اتمنى ان انت تشيل من دماغك فكرة اسلوب اللعب الدفاعي مع نادي الزمالك. نادي الزمالك مش بيعرف يلعب على الدفاع لان ما عندوش نص ملعب ولا عنده دفاع. نادي الزمالك بيلعب على الضغط العالي. الضغط العالي بتاع نادي الزمالك النهارده مش موجود بعد خروج سيف الدين الجزيري، لان سيف الدين الجزيري هو اللي بيضغط، سواء المدير الفني بيلعب باسلوب ضغط عالي او بالهجمه المرتده او بدفاع متاخر او استحواذ على الكوره. سيف الدين الجزيري دايما بيضغط على المدافعين وبيغلطهم وبياخد منهم كور. بعد خروج سيف الدين الجزيري التلت الدفاعي بتاع كايزر تشيفز فاضي تماما، نص ملعبهم فاضي تماما، اللعيبه بتاعتهم بتلعب براحتها لحد التلت الدفاعي بتاع نادي الزمالك. التدخلات اللي عملها كابتن احمد عبد الرؤوف بظبط نص ملعب ده ظبطته لحد ما في دخول احمد فتوح في نص الملعب، بس كان في مشكله مع بنتايج وشيكوبانزا، وده الكلام اللي انا لسه قايله. شيكوبانزا عايز حد يكمل معاه، بنتايج ما كانش بيكمل معاه، فعشان كده شيكوبانزا ما كانش بيطلع ولا بيشيل من الدفاع بتاع نادي الزمالك او بيشيل الضغط من على دفاع نادي الزمالك، وبكده
كايزر تشيفز بدأ يضغط على نادي الزمالك ويهاجم نادي الزمالك، وبكورة في الوقت بدل الضايع محمد صبحي يضيع كل اللي اتعمل خلال ال90 دقيقة. نادي الزمالك مش محتاج صفقات ضرورية علشان خاطر وقف القيد، المشكلة اللي كل خميس وجمعة تحصل في نادي الزمالك، بس علشان خاطر الزمالك يأدي أداء أفضل من اللي احنا بنشوفه في الوقت الحالي، الجهاز الفني لنادي الزمالك يستقر على تشكيل 3-4 مباريات على الأقل أيا كانت النتيجة. ضحي ب3-4 مباريات كده بتشكيل ثابت وهنشوف شكل تاني لنادي الزمالك، وحاول تغير فكر اللعب بأسلوب دفاعي للضغط العالي، وإن شاء الله الزمالك هيكون في حالة أفضل من نوع عليها. لايك وشير واشوفكم في حلقات تانية إن شاء الله.